يا هلا والله ومرحبا فيكم في قناتنا فيديو جديد من يوميات وسنابات النجمة الجميلة شيماء علي. تابعوا معنا لمعرفة آخر أخبارها. يا مساء الخير عليكم، شلونكم؟ شو الأخبار؟ واي توني أريح، توني تخيلوا إن أنا من الصبح لوية، يعني طبخت الغداء، غديت اليهال، وبعدها تميت قاعدة وياهم. أبو أحمد كان مسافر، رجع اليوم فكان نايم، فما باليهال يصعدون فوق، فكنت ناطور. وعندي عاملاتي، يعني 2 من عاملاتي راحوا الكنيسة اليوم، يعني طقوسهم وشي أشياءهم. فعرفتوا اللي أنا كنت على قدم وساق كذي وضعي. والله يعني أبى أخلص، عندي مشاوير بطلع، بخلص عندي أشغال بجابلها، ماني قادرة. وسفرتي تكنسلت، صارت شهر 1، يعني كان عندي شغل بتركيا بس تكنسل، صار شهر 1. فقلت الحمد لله، يلا قلت الحمد لله خير دام انها تكنسلت. اصلا انا كنت بروح وايدي على قلبي، لان الحنين توها صغيرة وهناك وايد برد، بس انه مجبرة يعني لازم اروح. فتكنسلت، صارت شهر 1، قلت يلا شوية تكبر، يعني كل ما يطول الوقت من صالحي انا. المهم بقول لكم عن شيء وايد مهم، والله يعني بغض النظر، يعني مو اعلان كثر ما هو فايدة حق كل الامهات. والله ركزوا معي. أنا عندي أحمد عنده مشكلة باللغة العربية، بما أنه بمدرسة أجنبية، وأنتم تدرون المدارس الأجنبية أكثر التركيز على الإنجليزي، العربي ولا يعبرونه. وما في حصص وايد عربي، فعشان شي طبيعي أن الولد يكون مو هذاك الزود مع العربي. فأنا عندي معاناة بهالموضوع، وأنا عندي العربي وايد مهم. فلأن العربي عندي وايد مهم، حاولت تذكرون لما كنت أقول لكم جبت جبت مدرسات حقه، جبت مدرس، الحمد لله يعني صار أحسن، بس ستيل إحنا محتاجين تقوية أكثر باللغة العربية. وقلت لكم أنا العربي عندي مهم جدا. فالمهم طحت على مكان ما شاء الله يعني، وسويت ميتنج معاهم، طبعا سووا له اختبار. والله بنات المكان وايد راح تستفيدون منه من غير مبالغة، يعني اللي تثق فيني وعندها مشكلة مع ولدها أو بنتها باللغة العربية راح تستفيدون وايد من هذا المكان. طبعا هو عبارة عن معهد اسمه مهارات، واختصاصهم اللغة العربية، وايد شطار. وكنت خايفة انه يعني معهد، لأنه كنت سامعة عن كذا معهد بس طلع أخواره يعني ولا شيء. كنت خايفة انه شي، فحضرت الميتنج معاه، قعدت، وما يدرون طبعا ان انا اول شيء، بعدين عاد عرفوني انا وكذي عقب ما سجلت احمد وكذي. المهم الاستاذة اللي جابلته بالميتنج عشان يعرفون المستوى اللي هو فيه، لازم يسوون ميتنج مع عيالكم بالاونلاين ويشوفون المستوى، تالي يحددون هما الحقيبة اللي بيجهزونها شنو هي. طبعا خل اراويكم الحقيبة. هذه الحقيبة بنات، شوفوا هذه هي. طبعا الحقيبة فيها مجموعة كتيبات. كل اسبوع بنات في درس يدزون لكم اياه اونلاين، وتطلعون يعني كل اسبوع كتاب في رقم 1. شوفوا هذا رقم 1، هذا الفايل رقم 1. اوكي، بحبه، لازم افهمكم والله، لان ادري يعني ما راح اعامله معاملة اعلان، لا، ادري وايد امهات يعانون هالمعاناة. والله العظيم ابيكم تستفيدون، والاسعار وايد زينة، يعني كتأسيس لغة عربية الاسعار جدا مناسبة. شوفوا يرسلوا لكم اول شيء يرسلوا لكم درس، وتبلشون هذا مدته اسبوع. هذا لازم باسبوع احمد يتعلم عليه. طبعا شوفوا ما راح ابطله كله لانه حرام، هذا مجهود الناس
وما بي أحد يعني ينسخ وكذي لأنه حرام، يعني أنا دافعة أجره. ومو المقصد إنه يعني هذا تعبهم، ومو إن أنا بس دافعة أجره، يعني هذا تعبهم، فما يصير إن أنا أبطل كل شيء وينسخون الناس. بس بعطيكم فكرة. طبعا الدفتر الواحد اللي هو الكتيب الواحد قلت لكم فيه درس يدزوا لكم اياه كل اسبوع علشان يشوفه ويسمعه وتالي يطبق في هذا الدفتر. شوفوا عندهم القراءة والنسخ، هذا كتيب حق قراءة ونسخ طبعا عشان يعرف يتعلم يقرأ وبالضبط يكتب. فوايد حبيت التفاصيل. شوفوا هذا علشان هم يقرأ، وايد أشياء مهمة ومفيدة والله العظيم حق عيالكم. فالمهم هذا المركز شوفوا أنا كنت ضد فكرة إنه أونلاين وكذي، وانتم تدرون إن عيالنا تعقدوا من موضوع الأونلاين، بس راح أراويكم مقتطفات من الميتنج وشرح الدرس والطريقة. طبعا هم قلت لكم لازم يحددون مستوى الياهل، يشوفون هو بأي ليفل، علشان على هالأساس يدزون لكم الحقيبة اللي هي هذه علشان تكملون وتتابعون مع عيالكم. وطبعا مو بس كذي، انتم تشتركون بالدورة ومتعة وناسة، يعني حتى من المدرسة اللي تشرح تونس وتاخذ وتعطي، واذا غلط وما كانت رافضة ان انا اساعد احمد باي شيء، مع ان انا ما كانوا يدروني انا، بس كانت رافضة. فكانت تقولي مثلا ام احمد يعني بليز خليه هو يكتب حتى لو غلط، علشان اعرف اقدر احدد مستواه. حق كل دول العالم يقدرون يشتركون، وفي عندهم حتى حضوري هناك بالبحرين، عندهم دورات حتى للي ما يعرفون يتكلمون. أحمر. أحسنت يا بطل. وهذه صورة ماذا؟ إنه فيل. أحسن، الفيل يا بطل. بأي لون يبدأ؟ بأي حرف؟ لون الحرف هنا أحمر أو أخضر أم أزرق؟ وين حرف الفاء؟ أين فاء؟ أحمر. ممتاز يا بطل. وفي كلمة كرة حرف الكاف في بداية الكلمة، في أول الكلمة أكتب الكاف باللون الأزرق أو الأحمر؟ أزرق. شاطر. ممتاز. وفي كلمة كتاب حرف الباء في آخر الكلمة يا أحمد، أي باء أختار؟ اللا باللون الأزرق أم الأحمر؟ أحمر. أحسنت. في كلمة بطة أي باء أختار؟ أزرق أم أحمر؟ الأزرق. أحسنت يا بطل، ممتاز. إذا أصبحت كبيرا، أنت كبير. نعم كبير ولا بعدك صغير؟ قل لي. كبير. كبير. أي صف؟ إلى أي صف تذهب؟ 2D. أوه رائع يا صديقي. وهنا يا صديقي من يوجد هنا؟ قلب. مرحبا يا إلي، مرحبا. مثل ما شفتوا اللي حبيته فيهم ان الموضوع متعة، مو درس والياهل يمل. يعني انا جبت مدرسين وايد حق احمد يمل لين يطفشهم فعليا، يعني يزهق خلاص، يعني اول يوم يتقبل، ثاني يوم، ثالث يوم خلاص. هذا حبيت فيه شنو؟ لما اشغل الدرس يندمج، والدروس فيها اكتيفيتي، يعني فيها العاب، فيها كذي، فانه يستوعب. وتدرون انتم الياهل اذا ما جيتوا له من هالباب ما راح يمشي وياه. انا ولدي كذي لازم اجيله من هالباب، انه يعني لعب اكتيفيتي يمشي الحال. واسعارهم والله بنات وايد مناسبة. تدرون انا ايش كثر قطيت على المدرسين؟ يعني والله كل حصة ادفع، ما شفت نتيجة. يعني مدحوا لي فلان، مدحوا لي وايد مدرسين، هذا زين وهذا زين. وممكن العيب يكون من احمد مو منهم، لان احمد ملول يعني ما في صبر. المهم هذا المركز يعني عن طريق الصدفة عرفته وجربت وحبيت صدق.
طريقتهم، تعاملهم مع الأطفال. فالحين الفترة الجاية احنا الحين إجازة أساسا، فأنا مستقلة هذا الموضوع. على الأقل كل أسبوع أبطل الفايل حق أسبوع، وفي درس يدزون لنا إياه نشوفه أونلاين مدته 15 دقيقة، نشوفه أونلاين وبعدين عاد على أساس الدرس نقعد نحل الواجبات أو التدريب. فوالله نصيحة مني لكم، أي وحدة عندها مشكلة باللغة العربية اتكلمهم وتواصل معاهم، وراح تشوفون فرق. يعني ما شاء الله أحمد بأسبوع، ترى هذا الفيديو أنا مصورته من زمان، يعني أنا ترى الموضوع هذا قبل أسبوع أكثر، أكثر. قبل لا أبو أحمد يسافر، أبو أحمد كان مسافر صار له أسبوع، فقبل لا يسافر أبو أحمد سويت الميتنج وبلشنا، وما تكلمت ولا أعلنت لهم. قلت بشوف مستوى ولدي، أشوفه يتقبل ما يتقبل، تالي أبى أتكلم وأبى أفيد غيري. وأمانة يعني الموضوع وايد ممتع، وشفت تطور بطريقة أحمد حتى بالقراءة. قبل القراءة ميح، بالإنجليزي ما شاء الله عليه شاطر يقرأ، بس بالعربي أبدا، القاف خاء والشين سين وكله خرابيط. الحين ما شاء الله يقرأ، يعني يقرأ. وقمت أشغل له شوية رسوم عربية، لغة عربية، فقام شوية يستوعب. قبل ما يفهم لما نشغل الرسوم لغة عربية يقول لي غيره، حوليه إنجليزي. الحين لا، قام يفهم ويستوعب. من أول يعني من 10 أيام يمكن شفت فرق. طبعا ما راح أقول لكم ولدي صار فلتة عاد، لا، بس أنا شفت تطور. يعني أنا لما أشوف ولدي قام يفهم الأحرف، قام يعرف يقرأ، بالكتابة شوية صار أحسن أكيد. يعني هذا بالنسبة لي تطور. هذا ننطر الأسبوع اللي بعده واللي بعده. قلت لكم هذا يعني في مجموعة كتب لين 12، شوفوا لين 12 فايل. أوكي، وغير ال 12 فايل في دازين لكم سبورة عشان يكتبون. وهذه هذه وايد حلوة، حق المكافأة، ستارات. يعني احط له ستار كل ما يسوي شيء غلط. طبعا الحلو فيها ان تكتبون تمسحون يروح بسرعة. هذا حق المستوى. انا هذا بنات طبعا المستوى ماله هو 2B. لما سوى الاختبار عطوه هذا 2B. هذا حق ولي الأمر يقرأ يستوعبها، وأنتوا وطريقتكم. حتى إذا أنتي مالك خلق بتجيبين مدرس مالك خلق تدرسين، على الأقل المدرس يتبع هذا المنهج عشان أنتي ما تدوخين، والياهل ما يمل، فيتبع هذا المنهج وخلاص. تقولي له يلا أنا عندي هالأسبوع هذا مثلا هذا الفايل أبي يشتغل عليه، والمدرس وظيفته بس إنه يسوي إذا أنتي مالك خلق. أما إذا لك خلق لا والله جاب لي، لأن بتتعبين الحين شوية من يتأسس خلاص راح ترتاحين. حطيت لكم اللينك مالهم بنات، وحطيت لينك الواتساب، والحين بحط لكم انستغرامهم. وهذه نصيحة من أخت والله، إذا عندك ولد ضعيف اللغة العربية قويه كثر ما تقدرين بسرعة. لا هذه عاد صدمة، شو ما في كنيسة بالكويت؟ أكيد في كنيسة في كل مكان في كنيسة أعتقد، ما أدري، بس في كنيسة حق المسيحيين يروحون يصلون. فعملاتي مسيحيات راحوا يصلون، ما عندهم كريسماس. يعني ما أدري، ما أعرف، ما اندمج بهالأشياء، بس إنه عندهم في كنيسة بالكويت يروحون لها، في بعد أكثر من واحدة أعتقد. يعني إحنا نوديهم اللي هني بالأحمدي، بس أعتقد في واحدة كنا بالديرة بعد. ليش الصدمة؟ لا عاد اوفر. شلون يعني من وين؟ في كنيسة حق المسيحيين. بس اخوانها دشوا الغرفة. شكرا لمشاهدتكم. أرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا باستمرار. إلى اللقاء.